احنا النهارده اليوم الرابع في الفراخ، والحمد لله زي ما انتم شايفين اهو الفراخ بسم الله ما شاء الله حياتها كويسه. مفيش اي اسهالات ولا اي حاجه في الفرخ، الحمد لله الامور تمام ماشيه طبيعي. كل الفراخ مظبوطه اهي، مفيش اي حاجه، مفيش اي مشكله، حتى صوتها طبيعي. هنبدا بقى نشوف هنعمل ايه الجديد بقى من يوم الرابع بقى. اليوم الرابع احنا كنا بنعلف في الطبق دوت، الطبق ده اللي كنا بنعلف فيه بدأ العلف يتلزق بقى فيه، فهنقوم مغيرينه للعلاف الرئيسية. وكمان هنبدأ نحط برنامج الأعشاب بتاعنا، نكمل برنامج الأعشاب. احنا أول 3 أيام قلنا هنحط زبادي 8 ساعات وعسل 8 ساعات وخميرة 8 ساعات على المية. دلوقتي هنغير ونحط بقى البصل والخل والثوم والليمون. الجرعات بتاعتهم بصلاية 3 فصوص ثوم، ليمونتين، نص كوباية خل بيتضربوا بدون مية خالص في الخلاط، ونحط 20 سم على اللتر. دول مطهر معوي مقاوم للبرد، بيعالج لو في اسهالات خفيفه بدات تخش علينا نتيجه العلف وكده. يبقى ادي العلاج اهو لما انا حطيته بقى بالشكل ده. بنغير طبيعه العلف كمان في العلافه اللي زي دي، تبقى تحت كده. اول حاجه الفراخ ما تنامش فيها، ما تبلش العلف نتيجه النوم، كمان ما يقدرش يعملوا المخلفات عليها، ما يعزقوش العلف. دي من اهم الادوات اللي هي ما تعملش فقد في العلف وتديني جوده للعلف، عشان العلف مش هيبقى وسخ نتيجه المخلفات بتاعه الفراخ او نتيجه ان هم يناموا عليها فتعرق فتتعمل سموم فطريه فياكلوا فيها بالسموم الفطريه فتجيلهم امراض معويه، وكمان ممكن امراض تنفسيه لو في عدوى في اي فرخ تاني. ده اهم خطوتين في الفتره اللي هي القليله دي اللي هو اليوم الرابع. هنحط بصل وثوم وخل وليمون دول مع بعض، بنضربهم مع بعض وبنحط 20 سم على اللتر. بالليل ان شاء الله باذن الله نحط عسل مع حلبه برضه 4 ايام. بس النهارده هندي ميه بيضه لان هيبدا من اليوم الخامس الحلبه مع العسل 3 ايام بالليل، والبصل والثوم والخل والليمون 4 ايام بالنهار، علشان يديني مناعة التنفسية، بيديني تطهير معوي، بيديني علاج للإسهالات. والله الموفق.